اهلا بيكم في حلقه جديده. النهارده ان شاء الله هنتكلم عن العلاج او الروتين الصح لموضوع المشكله بتاعت اكسده البشره. طيب، اكسده البشره اتفقنا المره اللي فاتت ان في حاجه بتتكون اسمها الفري راديكالز او الجزيئات اللي هي بتبقى غير مستقره، اللي هي بتكون بقى السبب في ظهور الدارك سبوت او الايدج سبوت اللي هي التصبغات اللي بتظهر. طيب، انا هنا بقى عايزه حاجه تمنع تكوين او ظهور الفري راديكالز والمشاكل اللي بتعملها للبشره. في حاجه بنسميها الانتي اوكسيدنت او مضادات الاكسده، زي فيتامين سي وفيتامين اي وفيتامين اي. وفيتامين اي يعني غير محبب هنا، يعني عشان خاطر الناس اللي هي بتاعت الحساسيه والكلام ده كله. طيب، انا لو هتكلم عن فيتامين اي يبقى اخد فيتامين اي الكبسوله اورال تتبلع، لان هي معموله للاورال مش معموله عشان افضيها على وشي. الدوزج فورم بتاعتها او الفورمولا بتاعتها نفسها معموله ان هي تتاخد وتوصل سيستماتيك او توصل عن طريق الجهاز الهضمي، وبتطلع بقى تدينا الخلاصه بتاعتها. انما انا مش هفضيها على وشي عشان اخد فيتامين اي. انا لو عايزه فيتامين اي هلاقيه في سيرمز، هلاقيه في كريمات لو انا حابه. تاني حاجه فيتامين سي، برضو فيتامين سي السيرم طبعا بتاعت فيتامين سي وفيتامين اي. طيب، هلاقي مضادات الاكسده دي فين؟ هلاقيها في الاكل. عندنا البروكلي، السبانخ، عندنا زيت الزيتون، البنجر، كل الحاجات دي غنيه بمضادات الاكسده. عندنا برضو مهم جدا البتنجان، البنجر زي ما قلنا. طيب، انا يا دكتور عايزه روتين مظبوط امشي عليه عشان موضوع الاكسده ده. اول حاجه في الروتين، اول ما اقوم الصبح عايزه امنع اكسده، انا غسلت وشي بغسول مناسب. طيب، انا كده محافظه على نضاره، وغسلت سيبم او زيوت ظهرت على البشره نضفتها. وانا بنضف ممكن الغسول بتاعي يكون فيه مقشر او نسبه مقشر زي الكليرا كارل الموجوده عندنا في الدوليه. هنا بقى انا لازم احط تونر بعدها. التونر ده بيكون موجود فيه طبعا خلاصه شجره الشاي الاخضر. ومن ميزه كمان خلاصه شجره الشاي الاخضر ان هي انتي اوكسيدنت، ليها وظيفه ان هو مضاد للاكسده. فبرضه تونر هيقفل لي المسامات بعد التنظيف. تاني حاجه هيقلل نسبه الاكسده اللي بتحصل نتيجه سقوط الاشعه على البشره. يبقى انا غسلت بالغسول المناسب. تاني حاجه حطيت التونر، وبعد التونر لو انا عندي مرطب قوي. الترطيب مهم جدا 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 في موضوع الاكسده او البشره عموما. يعني الترطيب بتاعي يا ريت يكون بالهيالورونيك اسيد، وطبعا الهيالورونيك طبعا بيختلف من برودكت للتاني. بعد الترطيب هنحط الصن بلوك بتاعنا، مهم جدا الصن بلوك. انا كده استعملت الصن بلوك المناسب او استعملت الروتين المناسب. لو انا عايزه بقى اضيف روتين ليلي على الروتين اللي هو بتاع النهار وانا طالعه الصبح، هعمل ايه؟ لو في نسبه تصبغات، على حسب نسبه التصبغات باذن الله هنتكلم عنها في الفيديو الجاي وانواع التصبغات. ممكن تستعملي كريم تفتيح بالليل، ده هيقلل شويه من التصبغات وهيقلل شويه من التصبغ او الاكسده اللي بتحصل للبشره. يعني هيديكي درجه افتح، او ممكن تعالجي اللي بيحصل طول النهار في بشرتك تعالجيه بكريم تفتيح بالليل. وطبعا يفضل وضعه في الظلام الدامس، هتقفي طفي النور كده وحطيه على بشرتك زي ما بنعمل مع بريفير عندنا في شركه الدوليه فارما. تاني حاجه برضو في ناس بتحب المقشرات، ان انا اعمل تقشير كيميائي على البارد، وده طبعا على حسب برضو نسبه التصبغات وعلى حسب النضاره او المشكله اللي انت عاوزه تاخديها او تعالجيها من الجلسه بتاعتك. طيب، ده انا هعرفه ازاي باذن الله. الحلقه الجايه هتكلم لكم عن موضوع انواع التصبغات، الروتين الصح للتصبغات، وعلاج التصبغات، وازاي نوفر كل حاجه عندنا حتى في البيت. شكرا.